الكاريزما مش دايما بالكلام. في ناس اول ما يدخلوا المكان الناس تبص عليهم، تسكت وتحس ان في حاجة حواليهم من غير ما يتكلموا ومن غير ما يثبتوا نفسهم ومن غير اي مجهود، بس حضورهم لوحده بيقول كل حاجة. عايز تعرف اكتر؟ انت في المكان واللحظة الصح، هنا على قناة الشفرة. ويلا نفك شفرة جديدة. في ناس أول ما يدخلوا القعدة الناس تسكت، مش عشان خايفين منهم لكن عشان حسوا إن في حد عنده حضور دخل. طب إيه هو الحضور ده؟ وإزاي تبقى من النوع ده من غير ما ترفع صوتك ولا تمدح من نفسك؟ في الحلقة دي هنتعلم يعني إيه يكون عندك حضور صامت يأثر ومن غير صوت، وازاي الطاقة اللي حواليك بتوصل رسالة حتى وانت ساكت. الناس ممكن تسمع كلامك بس دايما بيحسوا بطاقتك الأول. طب ايه الرسالة اللي جسمك بيبعتها من غير ما تقول ولا كلمة؟ انت ممكن تكون ساكت بس طاقتك بتتكلم عنك وبصوت عالي. الناس بتحس بيك من قبل ما تنطق وبيقروا اللي جواك من غير ما تقوله. لو في جواك توتر، خوف، عدم ثقة، اللي حواليك هيحسوا. حتى لو ابتسمت واتكلمت كويس، ولو جواك هدوء وتوازن وثقة حقيقية، الناس هتطمن وتحس انك موجود بجد. دي مش خرافة. العلوم العصبية بتقول ان المخ بيرصد الاشارات الدقيقة دي، نبرة التنفس، طريقة الوقفة، اللمحات القصيرة في الوش، وحتى نبض الجسم. يعني جسمك بيبعت رسائل طول الوقت حتى وانت ساكت. وكل ما كان اللي جواك نظيف ومتزن، كل ما الطاقة اللي بتخرج منك بتكون مريحة وجذابة ومؤثرة. ومن ناحية تانية في ناس كتير بتكون موجودة في المكان بس مش حاضرة بجد، دماغها في حتة وعينيها بتلف ومشاعرها مش واضحة وتقريبا مش متواصلة مع اللي حوالين منك. لأن الحضور الحقيقي هو لما تكون موجود بكلك، جسمك ثابت، عينيك مركزة، عقلك حاضر، وإحساسك مفتوح على الناس كلها. في اللحظة دي اللي قدامك بيحس إنك معاه، مش مجرد واقف جنب منه. والإحساس ده نادر، وعشان كده الناس بتتشد لأي حد يقدر يحققه. الحضور الصامت مش يعني إنك تكون ساكت، ولكنه يعني إنك مش مشتت، مش ملهوف، مش بتهرب من اللحظة اللي انت فيها، وإنك موجود. والوجود ده في حد ذاته أول تأثير للكاريزما. الناس بتفتكر اللي بيتكلم أكتر هو اللي بياكل الجو، بس الحقيقة اللي بيختار كلامه هو اللي كلمته بتعيش وبتستمر. طب إزاي الكلمات القليلة تبقى أوقع من خطبة كاملة؟ مش لازم تتكلم كتير علشان تبقى كاريزما. ساعات كل ما قللت كل ما تسمع. في ناس بتتكلم طول الوقت بس ما حدش بيفتكر منهم كلمة، وفي ناس كلمتين منهم بس يفضلوا في الذاكرة سنين وسنين، عشان لما الكلام بيبقى قليل بيطلع فعلا من حتة صادقة وبيجي في الوقت الصح وبيتضاعف تأثيره. الكلام اللي بيطلع من سكوت حقيقي بيبقى وراه وزن، سكون وثقة. وده مش معناه انك تبقى ساكت طول الوقت، لكن معناه اختار كلامك واحترم صمتك. لما الناس تلاحظ انك ما بتتكلمش غير في المهم، كل كلمة منك هيبقى ليها تمن، وكل سكوت منك هيبقى ليه معنى. اللي حوالين منك ممكن يكونوا بيتخانقوا، بيغرقوا، بينهاروا، بس انت ثابت. لكن اللي بيفرق بجد هو اللي بيفضل ثابت، ولو جوه منه عاصفة بيفضل واقف وهادي، راكز ومتماسك. الشخص ده حضوره لوحده بيطمن. حتى لو ما قالش حاجة الناس بتلاقي نفسها بتقرب منه عشان تحس بالأمان وبالهدوء وبالثقة. في اللحظات الحرجة والأيام الصعبة انت مش محتاج يبقى صوتك عالي ولا تبقى منقذ درامي، بس تكون جبل ساكن موجود ومتشاف ومضمون الاعتماد عليه. الثبات بيبني الثقة، والثقة هي كل الكاريزما. الناس بتتشد للي مرتاح مع نفسه وفي نفسه، الشخص اللي مش مضطر يشرح ولا يبرر ولا يستعرض، بس حضوره لوحده بيقول أنا عارف أنا مين ووجودي كفاية. الكاريزما الحقيقية بتيجي من الصدق ومن الراحة الداخلية اللي بتعدي للناس ومن غير ولا كلمة. لو حاسس إن الكلام لمسك دوس لايك واشترك وشاركه مع كل اللي محتاج يسمعه. نكمل الحلقة الجاية وسلام.